عليكم، ازيكم النهارده عاملين ايه؟ انا معاكم محمد علي. في حلقه انا عملتها بتكلم ان ازاي الفرق الاستثماريه بتعمل جمهور حلو. وازاي بيعملوا فرقه زي مين؟ زي بيراميدز. على فكره بيراميدز دلوقتي انا شايف في جيل جديد طالع بيشجع بيراميدز. صح. اسباب انا هنحلل الموضوع مع بعض. دلوقتي مثلا اخر 3 سنين تحديدا، واحد ما تعرفش اي حاجه، طفل صغير وشايف في فرقه بتناطح الاهلي، فرقه السنه اللي فاتت واخده دوري ابطال افريقيا، بتنافس في الدوري لحد الجوله الاخيره، واخده كاس مصر وبتنافس في كل البطولات. انا عايز اقول لك بقى حاجه بالنسبه لي مهمه جدا ما حدش اتكلم عليها قبل كده، احنا اول ناس نتكلم عن الحوار ده. قطاع الناشئين بتاعي غني. صح. ازاي بقى؟ هقول لك. انا دلوقتي عندي طفل بيقبض مرتب موظف في المصالح الحكوميه وبيلعب في قطاع ناشئين بيراميدز، ده هيخلي اللعيبه في الانديه بتاعه الاهلي او الزمالك عايزين يروحوا يلعبوا في بيراميدز، ده يخلي اصحابه يشجعوا بيراميدز عشانه، وارد. وعلشان برضه في نفس الوقت عايز العب في بيراميدز عشان اخد فلوس. وهو شايف بيراميدز دلوقتي بيعمل ايه؟ فرقه بالظبط. بتاخد دوري ابطال افريقيا، لا وبتطور وتعاونات واطلعك. عندهم استاد بتاعهم. طب انا عايز اقول لك على حاجه، تعرف ان بيراميدز الفريق الوحيد اللي في الدوري المصري السنه دي اللي عمل فتره الاعداد بتاعته في اوروبا؟ يعني هم مش اول فرقه تعملها، مش اول فرقه، بس السنه دي الاهلي من سنين بيروح يعمل معسكرات في اسبانيا وفي كرواتيا. ماشي، احنا بنتكلم اخر 3 سنين، ان دلوقتي انت بتطلع فرقه، بتطلع جمهور، بتستثمر، فانت عندك دلوقتي جمهور او اطفال شايفين الفرقه بتاعتهم عندهم فتره اعداد بره وسيستم جوه النادي اوروبي. ماشي، بس وناس اجانب بس بيشرفوا على قطاع الناشئين، وبتدي للناشئ مبلغ كويس. فدوت انا شايفه من بعد ما مشيت السيستم بتاعك اوروبي وبتجيب ناس من بره بتشرف على الموضوع، بلس ده كله ان انا بعمل بقى معسكراتي بره، معسكرات اللعيبه الناشئين بره، فانت دوت بيبين ان انت اتجاهك رايح لفين، ما دي حاجه ما فيهاش شك، او تطويرك رايح لفين. خلي بالك احنا بنتكلم في الموضوع في كلام شويه معقد احنا بنزود فيها شويه، بس دي تفاصيل اللاعب الناشئ لما بيدخل النادي بتاع بيراميدز بيشوف الكلام دوت، بيروح يحكي لواحد صاحبه ده بيسمع يقول له انا عندي واحد صاحبي، انت عارف بيراميدز بيقبضوا كام؟ انا عندي واحد صاحبي بيلعب في بيراميدز 2010 مثلا بيقبض فوق ال 6000 جنيه مكافآت وبتاع، ولو كسبنا الاهلي بناخد مكافاه الفلانيه. حته قطاع الناشئين انا شايف حته قطاع الناشئين اندايركت ماركتنج للنادي طبعا. ودي نقطه كان محدش اتكلم فيها بشكل عام. قطاع الناشئين في الانديه باسراره محدش اتكلم فيها، صح؟ صح. انت حضرت معايا كام ماتش؟ كذا كتير. ماتش كتير. ايه رايك في قطاع الناشئين في مصر بشكل عام؟ حاجه يعني مستوى متدني جدا. بالظبط. فانت حاجه لا تشجعك ان انت تلعب كوره اصلا، المنافسات ضعيفه، الدوري ضعيف، كل الكلام ده. قاعدين في ماتش الزمالك وداخليه تقريبا، الراجل المدرب بتاع الزمالك واقف بيسب الدين للعيب، لعيب عنده ويقول له العب كوره عليه، العب كوره عليه. لعيب مواليد كام؟ مواليد 2006 2007 مثلا. فهو ده طالع شايف مدربه بيسب له الدين عشان خاطر يلعب، والفكره انا مش في مستني كده منه ايه؟ بس يبقى انا هنا بقى كلاعب قول يا عم عندي موهبه زياده، بلاش العلاقات، انا لاعب متميز من اللعيبه المتميزه اللي بتتعدى على الصوابع في مصر في قطاع الناشئين اللي بتصعد، هختار انهي نادي فيهم؟ بيراميدز طبعا. ليه؟ عشان خاطر انا شايف الاوتبوت بتاعهم دلوقتي خلينا اروح له، وفلوس. صح. دي نقطه لا خلاف عليها، دي نقطه احنا محدش اتكلم فيها قبل كده، حته ان قطاع الناشئين بقى شيء يخلي الناس تنجذب ليه جدا. يلا شكرا.